بسم الله الرحمن الرحيم. أن تعلم أن الباقيات الصالحات توفيق من الله، وأن الهداية جملة نور من الله يضعه الله جل وعلا في قلب من يشاء، لا يناله أحد بعلمه ولا بجهده ولا بسعيه ولا بغدوه ولا برواحه. قال الحق تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولقد شبه الله جل وعلا قلب المؤمن، شبهه تبارك وتعالى بالكوة التي في الجدار النافذة غير المطلة، النافذة غير المطلة التي في الجدار التي فيها مصباح. فالكوة نفسها هي قلب المؤمن، جعل الله جل وعلا قلبي وقلبكم من ذلك. والمصباح الذي فيها يضيء من خلال زيت، فاجتمع فيه سببان لأن يضيء، فاجتمع في الكوة سببان. المصباح، هذا المصباح متكئ على سبب آخر هو الزيت، فالزيت تفسيره هي الفطرة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب الناس، والمصباح هي الآيات البينات التي أنزلها الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة تكاد تهدي صاحبها من غير دليل، كما أن الزيت يكاد يضيء ولا يضيء من غير أن تتصل أو توقد به نار. فتشع هذه الفطرة مع آيات الله البينات في قلب المؤمن. والكوة أمر مقوس محفوظ، فالشعاع فيه يبقى ظاهر ممتلئ، وكذلك قلب المؤمن يشع بنورين: نور الفطرة التي فطره الله جل وعلا عليها، ونور الآيات البينات التي استفاد منها وجعلها الله جل وعلا في قلبه. ولا سبيل إلى الفطرة ولا سبيل إلى الآيات البينات إلا بالله تبارك وتعالى. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ قال: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ فإذا كان النور يهدي إلى الله فإنه لا يمكن أن يطلق إلا من الله. قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ثم قال الله الكلمة التي توجب على العبد أن يستكين بين يدي مقام ربه، قال الله جل وعلا: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إن العبد إذا تأمل كم حرم من الناس من هذا النور يعلم أنه فضل من الله محض. كم من أستاذ في جامعة لا تكاد توجد لغة إلا ويجيدها، تتسابق إليه الفضائيات، تتزاحم عليه القنوات، وله من المال الوفير والجاه الشيء العظيم، سواء كان من أهل المشرق أو من أهل المغرب. عرف هذا كله وأتقنه وبز أقرانه وتطاول على رفقائه، وغاب عنه نور الله جل وعلا، فلم تكتحل عيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فانظر فيما وصل وعما ظل حتى تعلم أن قول الحق: يهدي الله لنوره من يشاء، يستوجب كما أسلفت أن يستكين العبد بين يدي مولاه، يسأل الله جل وعلا بكرة وعشية أن يهديه إلى نوره المبين وإلى صراطه المستقيم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن
إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.